بقول لكم كلام مهم جدا في كيف الرجل ينظر للعلاقة الخاصة. وهذا الكلام أنا ما أقوله حقيقة نظري، وإنما أقوله عملي، لأني عشت قضايا كثيرة فيها خيانة زوجية، ولما أقعد مع الزوجين أسمع كلامهم وأسمع شنو احتياجات الرجل. المرة شو تقول أنا أكثر من مرة سويت عملية تجميل علشانك، وبالأخير اكتشف عندك علاقة مع وحدة وتمارس معاها الحرام. طيب ليش؟ فهمني شنو هاللغز. طيب أنا يعني مو مشبعتك، أنا مو مكفيتك. وبعض النساء يشوفون نفسهم أجمل بألف مرة من العلاقة اللي فاتحها زوجها مع امرأة أخرى. شنو حل هالموضوع؟ شنو اللغز؟ شلون نفسر هالعلاقة هذه؟ طبعا انتبهوا لي، العلاقة الخاصة فيها شقين، في شق جسدي وفي شق لعلاقة بالمشاعر والأحاسيس والخيال. ركزوا معي. أكثر الزوجات يركزون على الجانب الجسدي، وهذا مهم بالنسبة للرجال، لكن اللي أكثر أهمية بالنسبة للرجال المشاعر والأحاسيس والخيال. شنو يعني هالكلام؟ يعني المرأة اللي تحسن التعامل مع مشاعر الرجل، مع أحاسيس الرجل، مع خيال الرجل، هذه تملكه، حتى لو كان جمالها قليل، حتى لو كان تضاريس جسدها ما هي موديل، ما هي التضاريس اللي الوحدة يعني تفرح فيها، لكن تلقون الرجال يتعلق بهالمرة. ليش؟ لأنه قاعد تبرز أنوثتها، قاعد تخرج أحاسيسه، مشاعره، عارفة تتعامل مع جسده، بالإضافة إلى أنها قاعد تلعب على وتر الخيال. شنو يعني الخيال؟ الخيال يعني مثلا يمكن قبل 3-4 أيام تقول له ترى بعد 3 أيام احنا موعدنا وفي شيء لونه أصفر أنا مجهزته لك، أنت راح تتفاجأ. أو في مثلا شغلة أنا جايبتها لك، أنت لو شفتها أنت راح تنصدم. هذا الرجال راح تشوفونه 3 أيام مو على بعضه، ينتظر اللحظة اللي بيشوف فيها اللي موعدها علشان بيشوف شنو هذا اللون الأصفر أو شنو الشيء اللي هي جايبته. هذا احنا نسميه اللعب بالخيال. لما المرأة تلعب بالخيال، خيال الرجل يتعلق فيها أكثر، ويصير دائما خياله متوقع أنه لما يروح يلقاها أو يقابلها أنه دائما في شيء جديد، دائما في مفاجأة، دائما في شيء هي تتجدد فيه، في شيء مبدعة فيه. هذا اللي علق الرجل بالمرأة. لذلك هذا الفن وهذا التكنيك مهم جدا الزوجات يعرفونه حتى تكون علاقتهم مع رجالهم علاقة طيبة. طبعا أنا ما تكلمت أنه العلاقة خارج إطار الزواج حرام، أنا أعرف كلكم تعرفون حرام، لكن أنا حبيت أبين شنو السر في تعلق بعض الرجال في العلاقات الغير شرعية.